يحكمون مصر وليس في التسريب، هذا في مرسى مطروح. ليس في نعم ليس في يعني لم يكن مرسي من يحكم بل الإخوان طبعا في مرسى مطروح. هذا الكلام هل هو فقط لدغدغة مشاعر هذا التيار الديني الذي يسيطر على المنطقة هناك كما أشار إليه السيد مجدي؟ هل كان يعنيه؟ أنت لما يكون بتمتحني طالب هتختبري ناس هتعينيهم مذيع، يعني مش هقول لك بقى استاذه ولا حاجه عشان تقولي لي دي مش شغلتك وكده، زي ما انت مش عايزه تدعي للسيسي ان ربنا يتوب عليه. فانا حضرتك بخبرتك العظيمه دي هتمتحني قناه تلفزيونيه وقالوا لك امتحني ناس، وبعدين جالك واحد مش عارف حاجه هيعمل ايه غير انه يقعد يقول اي كلام، فهو اي كلام. ولذلك واحد من اساتذتنا زمان وهو بيمتحن طالب معانا في الدكتوراه فلقى قاعد يقول اي كلام، فقال لنا تعبير جميل قوي، قال in speech سلاف اوف بيس. قلنا له ايه يا استاذنا ده؟ قال انتوا مش عارفين ده اللي بيقولوا ده تشخيصه كده في الانجليزي اللي هي الترجمه الحرفيه لاي كلام يا عبد السلام، in speech سلاف اوف بيس. اي كلام. فايه علاقه مرسي طيب ومش مرسي طيب؟ هو انت واصي على مرسي؟ هو انت مفتش على مرسي؟ هو انت رئيس اول على مرسي؟ انت مالك طيب ولا مش طيب؟ انت ايه اللي دخلك انه طيب ولا مش طيب؟ الاخوان بيحكموا، ما لازم يحكموا، امال هم احنا عاملين الحياه الحزبيه ليه؟ عشان يجوا ويبقوا مسؤولين ولازم يسقطوا. احنا جايبين الاخوان عشان ينجحوا او يسقطوا. الحزب ده بيخش الانتخابات ليه؟ عشان يا اما يستمر يا اما ما يستمر. ده جوهر الديمقراطيه. حتى قيل في ادبيات الفكر وليس ادبيات السياسه انه لن تتحقق الديمقراطيه في الهند إلا إذا خسر حزب المؤتمر الهندي الانتخابات ذات مرة، لأنه كان زي الوفد عندنا كده بيفوز على طول زي الإخوان. فقالوا لن يكون هناك حتى ديمقراطية حقيقية في الهند إلا إذا حدث. يريد أن يقول كلمة واحدة لأن الوقت انتهى. أنت متحيزة المجد ليه؟ أنت تتحدث أخذت دورك. كمل الجملة بتاعتي الأول وبعدين نخلص. انتهى الوقت. طيب كمل تفضل. انتهى الوقت عليا طب أعطيت المثل كمل المثل. عن الهند. لابد إن يحصل إنه تبادل سلطة، انه الاخوان الناس اللي ينزلوهم مش الفريق السيسي ما يعجبوش دمهم او ما يعجبوش ان مرسي طيب او ان هو قال له اجيب لك تمرد تعدمهم فما يعدمهمش فهو يعدمهم هو. ما ينفعش الكلام ده. احنا في 2013 ما دمت تدافع عن الديمقراطيه دعه يتكلم. انا اعتبر يعني اتكلم بعده، ما هو لانه الدور كده. اخر كلمه. اعتقد ان القصد هو انه لم يكن هناك صراع شخصي بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن الصراع أو الاختلاف كان في إدارة الدولة وليس صراعا شخصيا. الصراع هو على الكرسي، الصراع هو على الزوجة، الصراع هو على المرأة، هو على هذا النفوذ. يا دكتور شيرش اللي فهم. دكتور شكرا لك. السلطة اللي هي المرأة وصلت يعني مررت من المثل إلى الهند وختمت بالمرأة. شكرا جزيلا لك. حظنا كويس. دكتور محمد جوادي الكاتب والمؤرخ السياسي، مجدي شاندي رئيس تحرير صحيفة المشهد، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. في الجزء الثاني من حلقتنا بعد الفاصل نتناول التصعيد الميداني في سوريا بالتزامن مع الجهود